سلام للجميع، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم خيرت معكم هذا الديسير، فريمون ديسير يجي خفيف بزاف ويجي منعش. المكونات نتاعو بسيطة، والطريقة يعني سهلة وينجح بكل سهولة. دونك هنا في الأول حطيت 4 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، زدت لهم قرصة ملح، ضربتهم شوية ومن بعد حطيت لهم كاس تاع السكر العادي، وكملت يعني نضرب فيهم حتى تحصلت على قوام كيما تشوفوا في الصورة، يعني يضاعف الحجم والخليط هذا يعود أبيض اللون. من بعد رحت ضفت كاس نتاع الفرينة. الكاس هنا حطيته على دفعتين وزدت معاه ملعقة نتاع ديسير نتاع لافاني. دخلت هذيك الفرينة بالطريقة هذه في هذاك الخليط، ومن بعد حطيته في بلاطو. البلاطو حطيت له بابي كويسون وحطيت فيه هذا الخليط وسويت له السطح نتاعو، ومن بعد دخلته للفور. الفور كنت سخنته على 180 درجة مئوية وحطيته يطيب لي. كي طاب لي من تحت يعني ما يطولش، واحد 10 مينوت هكذيك، كي نشوفوا الحراف نتاعو تحمروا شوية نشعلو من الفوق باش ينشف لي من فوق، ياخد لي تحميرة صغيرة ونخرجه. وهذا هو لو بسكوي نتاعي بعد ما طيبته. هذه هي التحميرة اللي داها لي. دونك هنايا نخليه يحكم روحه شوية يبرد شوية ونحيلو هذاك لو بابي كويسون بهذه الطريقة ونخليها تبرد تماما، ومن بعد نروحو للمونتاج. هنايا في الكريمة واش عندي كاس ونص نتاع لا كريم شونتيي، نحط لها كاس نتاع الحليب يكون بارد ونضربهم مع بعض حتى نتحصل على القوام هذا. لو بسكوي بعد ما برد لي خرجت منه 3 أجزاء، وهنا الشربات نتاعي بعد ما بردت لي حطيت لها ملعقه نتاع لافاني. الشربات كيما موالفه ندير معاكم كاس نتاع السكر مع 2 كيسان نتاع الماء، نحطهم فوق النار. كي يهزوا لي الغليه نحسب لهم 10 دقائق ومن بعد نطفي عليهم نخليهم يبردوا تماما، بعد نستعملوهم باش نشربوا الكيكه نتاعنا. هنايا حطيت الطبقة الأولى شربتها بلو سيرو وزدت حطيت طبقة نتاع لا كريم شونتيي. جبت لي فريز نتاعي قصيتهم بهذه الطريقة، يعني قصيتهم دي رونديل وحطيتهم في الطبقة هذه. نكمل نحط لها لي فريز بهذه الطريقة ومن بعد نزيد نحط فوقها طبقة نتاع لا كريم شونتيي، ومن بعد في الأخير نحط الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية راح ندير لها نفس الخطوات نتاع الطبقة الأولى، ومن بعد نروح نحط ديريكتومون الطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة ما نشربهاش بلو سيرو، نروح نحط لها لا كريم شونتيي نسوي لها السطح نتاعها بهذا الشكل. وهنا جبت الموس المنشار اللي نقصو به الخبز ودرت به لو زيغزاغ هذا. هذه يعني طريقة بسيطة للتزيين. نحطها في الثلاجة تبرد لي مليح مليح وتحكم روحها ومن بعد نقصها. هنايا بعد ما بردت لي خرجتها من الثلاجة وسويت لها الأطراف نتاعها أولا، ومن بعد رحت قصيتها إلى مربعات بهذا الشكل، ومن بعد في الأخير زينتها بحبة فراولة قصيتهم بشكل طولي، يعني الحبة تاع الفراولة قصيتها على 4 وحطيتها بهذا الشكل. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وأكيد أكيد راح تنجحوا فيها.